صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. صحيت من النوم، صليت، عملت نسكافيه. انا من النوع اللي من الناس اللي لازم لما اقوم اعمل نسكافيه اول حاجه لازم افوق. بعدين روقت الاوضه بتاعتي اللي نايمه فيها انا ودارا. خلاص روقت الاوضه. طبعا انا مش عارفه اصور وانا بروق، بس روقت الاوضه اللي انا نايمه فيها انا ودارا. قلت اقوم اعمل غدا عشان احنا صاحيين متاخر. لقيت عندي اكل بايت بقالي يومين مثلا او يوم. ده خضار وفراخ. قطعت الفراخ وحمرت شعرية. حطيت شوية مية صغيرين على الشعرية وغطيتها. بعدين حطيت شوية شوربة وواحدة مرقة دجاج. حاضر يا ماما. سبتهم يغلوا شوية. انا حطيت نص كوباية شعرية مقلية متحمرة. حاضر يا ماما. بعدين غليت، وطيت عليها زي الرز بالظبط. بعدين كان عندي موز، قلت اقطعه. قلت نعمل عصير جنب الاكل، عملت موز بلبن. بحط انا عصرة ليمونة او نص ليمونة على الموز باللبن علشان خاطر هو ما يسودش لما يقعد شوية، لان هو اكيد هيقعد مثلا لحد بالليل. هي كده خلاص استوت، ناقص لها غلوة. هحط الفراخ معاها اللي انا قطعتها. واديها تقليبة. حطيت عصير الموز في الكوز عشان خاطر انا عندي طفلة صغيرة، لازم احط الحاجة في حاجات بلاستيك، يعني احط العصير في حاجة بلاستيك علشان خاطر بتفتح التلاجة وممكن توقع الحاجة وتكسرها. هي كده كده بتوقع الحاجة في التلاجة، بس لما يبقى اكل غير لما يبقى اكل وازاز يعني. حطيت الخضار في الميكرويف، عملته على دقيقتين. حاضر. خلاص كده هفضي الشعرية استوت. انا بمسح البوتاجاز اول باول، امسح البوتاجاز وانضف الحوض عشان خاطر متراكمش المواعين عليا. حاضر يا حبيبتي. وكده خلاص خلصت، عملت اكل من مفيش. وخلاص كده وجبة متكاملة العناصر الغذائية كلها، نشويات وبروتين وخضار وفيتامينات حتى العصير. يعني وجبة حلوة قوي للأطفال، حتى الأطفال اللي مش بيحبوا الخضار بيحبوا الخضار اللي هو بيبقى مطبوخ. حضرت خلاص الأكل ومترموش أكل. أهم حاجة مترموش أكل، يعني النعمة لموا النعمة.